السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم، مرحبا بكم على فيديو جديد ومع وصفة جديدة. وكنتمنى دائما فيديوهاتي يلقاكم بخير وعلى خير في صحة جيدة، وتقبل الله صيامكم صالح الأعمال بالأجر والثواب إن شاء الله، وعواشركم مباركة دائما تدخل عليكم باش ما كتمناو. وبالنسبة للتحلية، جوج أنواع ديال التحلية اللي غنشارك معكم. كاينة التحلية الأولى بالشوفان وبذور الشيا، والتحلية الثانية بالفواكه. وكنتمنى أن الفيديو ينال إعجابكم، وكنتمنى أنكم تشاهدوه من الأول إلى الآخر. وشكرا لكم على المتابعة، وعلى بركة الله بلا ما نطول عليكم غادي ندوزو المقادير وطريقة التحضير. وإن شاء الله غادي نبداو بالتحلية الأولى على بركة الله. بالنسبة للتحلية الأولى كنحتاجو فيها هنايا كأس ديال الشوفان وكأس ديال الحليب، يعني معيار كأس شرب الشاي. تقدروا أنكم تضاعفوا الكمية. كنوضعوها فوق يعني نار هادئة، يعني النار كنشعلوها تكون هادئة. البريكة كديرها بيا بعض المرات، وبعض المرات كاع ما كتبغي تشعل ليا. هاد القضية اللي كتوقع بزاف صراحةً. المهم كتخليوها فوق نار هادئة. ملي كيبدا الحليب كيغلى ليكم، عاد باش كتضيفوا 4 ملعقة ديال القرفة والتمر مقطع. هاد القضية ديال البريكة كتبقى خصوصًا ملي تكونوا زربانين أو تكونوا ما عندكمش الوقت. ايوا على سلامتنا شعلات. كما قلت لكم كتوضعوا 4 ملعقة ديال القرفة والتمر. كما كتعرفوا أن التمر والقرفة كيكملوا بعضياتهم، كيوازنوا بعضياتهم، كيعطيو واحد البنة رائعة. وغنحاولوا أننا نحركهم ونخليوهم فوق يعني فوق نار هادئة حتى يغلاو، يعني حتى يطيب داك الشوفان. ملي كتحسوا بداك الشوفان يعني بحال طاب أو تقال، صافي كتزولوه فوق النار. وهنا عندي بودور الشيا، كنحتاج 3 المعالق ديال بودور الشيا وكأس ديال الحليب، يعني معيار كأس شرب الشاي. بالنسبة هنا عندي كأس كبير درت فيه غير النص، وكنخليوها على جنب حتى يطلق لنا ديك الشيا، تطلق لنا في الحليب. صراحة بودور الشيا عندها واحد الفائدة كبيرة للجسم ديالنا. حاولوا أنكم بقاو تستعملوها في الوصفات ديالكم. هاد البذور راه عندها أهمية كبيرة، ولكن حنايا ما كندوهاش فيها، ما كنعطيوهاش ديك الأهمية. وعندنا كذلك هنايا الفواكه، يعني أي أنواع ديال الفواكه تقدروا تستعملوا. عندي هنا 3 أنواع ديال الفواكه لكم الاختيار. بالنسبة هنايا كناخدو الكاس اللي غادي نوضعو فيه الديسير. كنديرو الطبقة الأولى من الشوفان، وكنديرو الفواكه مقطعة طريفات صغار، مرصوات صغار هكايا، مربعات صغار فوق الشوفان. كما كتلاحظوا معايا يعني أي أنواع ديال الفواكه عندكم. المهم أنا استعملت 3 الأنواع ديال الفواكه. وبالنسبة بالنسبة للتحلية، أنايا صراحةً اكتفيت غير بالحلاوة ديال التمر، يعني باش تبقى صحية. كنتو باغينها يعني تكون حلوة شوية، تقدروا أنكم تضيفوا العسل، ولكن تقدروا تضيفوا العسل طبيعي باش تبقى التحلية صحية 100%. إلا بغيتو تزيدوا زيدوا العسل طبيعي، يعني العسل الحر. من بعد درت طبقة ديال الشوفان، ثم غادي ندير المكون ديال بودور الشيا مع الحليب. شوفوا كما كتلاحظوا كي ولات يعني المزيج تقال بزاف من بعد ما كتخليوها واحد المدة في الحليب. وهذا هو الشكل ديالها. الصراحة كتجي رائعة وصحية، وكنتمنى أنها تنال إعجابكم. وبالنسبة ندوزو على بركة الله الشكل الثاني. وبالنسبة الشكل الثاني كنحتاجو فيه الفواكه، المانغ، الفريز. عندي هنايا التمر مقطع، وكذلك فلوغ بنكهة البنان، وعندي هنا 4 ملعقة ديال نكهة البنان، وملعقة ديال النشا مايزينا، ونص لتر ديال الحليب. بالنسبة للفواكه تقدروا تستعملوا أي نوع من الفواكه عندكم، يعني لكم الاختيار. يعني كناخد دوك الفواكه كنقطعهم طريفات صغار كما كتلاحظوا معايا، لأنني هاد المكونات كاملين غادي نطحنهم مع نص لتر ديال الحليب. ثم غادي نضيف العناصر اللي بقات ليا. غادي نضيف التمر، غادي نضيف النكهة ديال الموز، وكذلك الفلو ديال الموز، ملعقة ديال المايزينا، ونص لتر ديال الحليب. هاد المكونات كاملين غادي نطحنهم في الميكسور اولا في الطراب الكهربائي، اولا تقدروا تطحنوا حتى في المونينيكس.
من بعد ضروري أنكم تصفيوها، ضروري أنكم تصفيو هاد الخليط هذا، وداك الشي اللي كيبقى لكم ما غاديش ترموه، غادي ديروه في واحد الإناء وتضيفوا عليه كأس ديال الماء، وكذلك هنايا غادي تقطعوا ديك الفريز اللي عندنا كله غادي تقطعوه. وبالنسبة هاد المكون هذا ديال الفريز، راه كتكون فيه واحد شوية ديال الحموضة، تقدروا أنكم تضيفوا السكر، تقدروا أنكم ما تضيفوش، وغادي نطحنو غنخليه على جنب، وغادي ندوز للنوع الأول ديال التحلية. غادي نديرها فوق نار تكون هادئة، وغنحاول أنني نخلط شوية بشوية حتى يعقد لينا الخليط. يعني ملي تحسوا بالخليط أنه عقد صافي زولوه من فوق النار، ومن بعد غادي تاخدوا ديال الكيسان خاصين بالتحلية، وغادي نعمروه غير النص، يعني النص ديال الكاس اللي غادي تعمروه، وغادي تدخلوها الثلاجة. وبالنسبة للنوع ديال الفريز، التحلية ديال الفريز، غادي نصفيوها من بعد ما طحناها كما كتلاحظوا معايا، حتى هي غادي تصفيوها مزيان، باش ما يبقاوش دوك التكتلات، ما يبقاوش دوك الطريفات تيكونوا باينين. يعني من الأحسن أن التحلية تكون ليس. ومن بعد غادي نوضع فيها 2 معالق ديال المايزينا و2 معالق ديال السكر. السكر تيبقى اختياري، تقدروا أنكم يعني تخليوها غير على الطبيعة ديالها، ولكن بالنسبة ليا أنا شخصيًا ما تنبغيش ديك الحموضة ديال الفريز، ما تعجبنيش. هذاك الشيء علاش ضفت أنايا السكر. ولكن بالنسبة إلا بغيتو تخليوها التحلية دي طبيعية 100%، ما تضيفوش السكر نهائيًا. وغادي نحرك هاد المكونات كاملين باش ديك المايزينا ما تبقاش باينه، وغادي نديرها فوق بوطه، يعني تكون النار مهيله دائما حتى كتعقد لينا، حتى كيبدا داك الخليط كيتقال، عاد باش كنزولوها وكنخرجوا التحليه من الثلاجه ديالنا، وكنديروا هاد النوع هذا ديال الفريز كنديروه فوق الخليط الاول. يعني كتجي طبقه ديال الاولى والطبقه الثانيه. يعني كيجي على هاد الشكل، وفرجه ممتعه. ودمتم في رعايه الله، الى فيديو قادم ان شاء الله. شكرا لكم.